الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يجعل لنا ولكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. يا حي يا قيوم، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت يا رب، إنك تقضي ولا يقضى عليك. أسعدكم الله. لا تترك باب القوي وتلجأ إلى الضعيف. احذر أن تترك باب القوي ثم أنت تلجأ إلى ضعيف. ضعيف مع ضعيف يساوي ضعيف، لكن أنا إذا كنت مع القوي فإن الله سيعطيني القوة. عاجز مع عاجز يولد عجزا، يولد عجز. كل ما دون الله ضعيف، كل ما دون الله ضعيف. ضعيف. الذباب هذا الحيوان المستقذر اللي انت الآن ما بتحبه ولا تحب تشوفه، مهين ضعيف مستقذر كثير، موجود بحياة كل الناس، بحياة كل الناس. لا تقوى عليه. إذا كنت لا تقوى على ذبابة كيف ستقوى على غير ذلك؟ إذا كنت عاجز عن إنقاذ نفسك كيف ستنقذ غيرك؟ كيف ستنقذ غيرك؟ إذا كنت غير قادر على تدبير شأنك مع الذباب كيف ستدبر شؤون الآخرين؟ مساكين الناس الذين يعبدون البشر، هذول مساكين والله يا أخواني، مساكين مساكين يا أخواني. الذبابة، شوف الذبابة هذا اللي إحنا بنستقذر منها، لما كبروا عين الذبابة يا إخواني، هنا آلاف العدسات المرصوفة بعضها ببعض. الذبابة بتشوف بكل الجهات، ترى رؤية من كل الجهات، تناور، تستطيع الحركة الفائقة. من الذي زودها بذلك؟ الله سبحانه وتعالى. ما قدر الله حق قدره، ما عظموه ولا وقروه ولا قاموا على أمره انقيادا وتقدير حق قدره. إن الله لقوي عزيز. الله قوي يفعل ما يشاء، عزيز لا يغلب لا يقهر، عز ملكه سبحانه وتعالى، هو القوي جل جلال ربي. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي. يعني شو؟ يعني ما دون القوي العزيز نصيحة، لا تقرب، لا تقرب، لا تطرق باب أحد إلا باب القوي العزيز. خليك عند القوي العزيز ولا تروح على العاجز الذليل. مين العاجز الذليل؟ انظر يا أخواني جمال أسماء الله الحسنى في آخر الآيات. رب العالمين قال إن الله لقوي عزيز. القوة كانت بمقابل شو؟ مقابل ضعف الذبابة وضعف الصنم وضعف الإنسان اللي احنا نعبده من دون الله. عزيز تمام مقابل ذلة الطالب والمطلوب على حد سواء. الذباب ذليل ومن يعبد من دون الله ذليل. ذلة الطالب والمطلوب مقابلها عزة رب العالمين. مثال ضربه الله سبحانه وتعالى هو مثال عجيب. يقول الله تعالى: يا أيها الناس. الخطاب لكل الناس، ليس لأهل الإيمان فقط، ولا لأهل الإسلام فقط، ولا للعرب فقط، هو خطاب شامل. يا أيها الناس، يا أيها الناس، كل الناس، الجميع يا أخواني.
ضرب مثل فاستمعوا له. ضرب مثل فاستمعوا له. ضرب مثل فاستمعوا له. لاحظ الآن يا أيها الناس، جميع الناس، العرب والعجم، الذكور والإناث، الجميع. ضرب مثل فاستمعوا له. استمعوا لهذا المثال. احنا الآن بس لسه ما تكلمنا في التفسير، بس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. بعدها ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. هذا مثل. بدي تسمعوني بأرواحكم وأنا أتكلم. خطاب هذا لكل البشرية يا إخوان، كلهم، كل الناس، الذكر أنثى، عربي عجمي أبيض، تمام، أحمر، خلاص. يا أيها الناس ضرب مثل. الله، انظر إلى كيف قال ضرب مثل. لم يقل ضرب الله مثلا، قال بشكل عام. مش أنت ممكن ما تكون مؤمن ولا بتكون ملحد يا البعيد، مش أنت. ضرب مثل. الآن هذا ضرب المثال يا أخواني هي حركة دماغ، تحريك دماغ. يعني المثال بيقول لك شغل دماغك، تمام. المثال شغل دماغك، تمام. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. تذكر، اصحى، يعني بهذا المعنى صحصح، افهم، تمام، تدبر، تذكر، هكذا. قال إن الذين ضرب مثل فاستمعوا له. فلذلك قال ضرب مثل، ضرب المثال. فلذلك قال ضرب مثل. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فلذلك قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله أمثال الناس لعلهم يتذكرون. بدك تتذكر، بدك تدبر. على هذا الأساس يا إخواني خاطب الله كل الناس بهذا المثال، لأنه مثال مضروب للعقلاء، مثال مضروب للعقلاء جميعا، مثال مضروب للعقلاء، لكل العقلاء، لمن كان يحمل آلة العقل والتفكير. خطاب ضرب مثل فاستمعوا له. اجت بعدها يا اخواني استمعوا. شو الفرق بين استمع وسمع؟ طبعا يا اخواني الاستماع يقال لمن تقصد ان يسمع، السماع انما يكون بدون قصد. الاستماع يحتاج الى مبالغة
بفتح آلة السمع، والمقصود بالاستماع أن تسمع بروحك لا أن تسمع بأذنك، أن تسمع بروحك لا أن تسمع بأذنك، أن تسمع وتصغي وتنصت بتركيز. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله. فلذلك ربنا يقول لا أريد منكم أن تسمعوا هذا المثال، لا، بدي تستمعوا لهذا المثال، بدي تستمع. وأنا دائما بقولكم يا جماعة، واليوم حكينا بث العصر بكل البثوث، يا جماعة الذكر ذكر القلب، الوعي وعي القلب، الفهم فهم القلب، السلوك سلوك القلب، الإيمان إيمان القلب، التصديق تصديق القلب، تصديق القلب. بعدها يأتي الجوارح الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأنا ما بدي أنت تكون والله تكثر من ذكر بلا وعي. يا جماعة تدبروا كتاب الله، تأملوا، عيشوا. أنا قبل قليل تلوت هذه الآية وشرحتها بأقل من 3 دقائق لأحد الناس كان معي في السيارة، ذهبت أنا وياه بمشوار سريع، بكى قال والله إني أنا أختم القرآن كل مرة، وهو ما شاء الله من اللي يختمه يعني. قال أول مرة أسمع هذا الكلام. قلت هذا كلام الله، تمام، هذا كلام الله. بكى، ما تكلم، قام 3 دقائق. قلت له اليوم محاضرتي ستكون كذا وكذا وكذا. قال لي تكلم، فتكلمت بكى. قال والله، قال إني بحاجة، قال أشعر أن القرآن الكريم بالتدبر يعيد التوازن إلى روحي، فلذلك أنا بعيد يا إخواني، أعيد توازن روحي إلي، فاستمعوا له. يا إخواني أنتوا اسمعوا، بس أنا أريد منك أمرا واحدا هكذا، بس تخيل معي، عيش اللحظة، عيش الصورة، أن الذي يناديك هو الله. يقول لك استمع للمثال اللي أنا بدي أضرب لكم إياه. ضرب مثل مضروب، مع أنه اللي ضرب رب العالمين، لكن رب العالمين يريد يقول لهم افرض أنه المثال مضروب هكذا، وجدت مثال أنت ما تعرف إيش مصدره، فاستمعوا له. استمعوا هنا تساوي تدبروه، تساوي تأملوه، تساوي عيشوا معانيه. يا أخوان المثال عبارة عن صورة فنية، صورة فنية، صورة زي ما ضربنا مثال عن الشجرة، صورة شجرة هيها قدامك، أيها الله ضرب. أنت قال أنت لما يكون عندك في قلبك لا إله إلا الله، أنت مثل الشجرة الجميلة هاي، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، جذورك ثابتة، تمام، جذورك ثابتة، فرعك ثابت، أعمالك الصالحة، أخلاقك بين الناس ينتفعون منها ويستفيدون منها، والحمد لله. فلذلك قال ضرب مثل فاستمعوا. ما بدي اياك تسمعني وانت تلعب بالجوال، ولا بدي اياك تسمعني وانت ذهنك مشغول عني، لا، فاستمعوا له، تمام، كما قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله، يعني إذا أنا استمعت للقرآن الكريم بروحي، وأنصت له بروحي، وأصغيت له بروحي، وتدبرته بروحي، يعني الله راح يرحمني. والله إن الله يرحم العبد على لحظة تدبر ولحظة
تفكر يا أخواني، ذكرنا عن التفكر أجمل العبادات وأعظم العبادات يا أخواني على الإطلاق، أن تتفكر وأن تتدبر وأن تعيش المعاني. أنا ضربت مثالا مرة في رمضان هنا عندي في المسجد، أعطيت محاضرة سريعة كذا في أحد وقلت لهم يا أخواني في واحد، وذكرت ربما لكم، قلت في واحد ما شاء الله برمضان الماضي ختم القرآن الكريم ما شاء الله كل 3 أيام مرة. كم مرة؟ 10. شو رأيكم؟ قالوا ما شاء الله، أي ما شاء الله تبارك الله. قلت ممتاز. قلت بتصدقوا هذا شخص نفسه إنه هو ما السنة هذه ما ختم القرآن الكريم ولا يا دوب قرأ ممكن 2 أو 3 من كل قرآن. شو بتقولوا؟ قالوا محروم من 10 مرات ختم القرآن الكريم إلى إنه يا دوب قرأ له سورة أو سورتين وكذا وبس، قالوا محروم. قلنا ممتاز. هل تتصوروا، قلت تتصوروا إنه هذا اللي قرأ 2 صفحات نفسه هو نفسه الآن وضعه أعظم من السنة الماضية لما ختم 10 ختمات؟ قالوا كيف يا شيخ؟ لا. قلت والله العظيم أحسن. قالوا كيف؟ قلت هذا رجل ختم القرآن 10 مرات، ما جاء في باله يوم من الأيام أنه يستخرج فائدة يعيشها في حياته. المرة هاي تدبر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بكى قال يا رب كل الحياة وأنا أستهزئ بعباد الله أو طقطق على عباد الله، اللهم يا ربي إني أشهدك أنني تائب. وبعدين كمل وهو يقول تمام يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. بكى قال اللهم يا رب. تدبر الآيات بعدين شو قال؟ يا رب إني أعاهدك ألا أعود. شو رأيكم بي؟ أحسن ولا مو أحسن؟ أنتوا جاوبوني أنتوا، أحسن ولا مو أحسن؟ جاوبوني. طلع أحسن من الأول كان يختم لكنه يختم القرآن الكريم ولسانه شبرين على عباد الله. الآن لا، تاب إلى الله. شفتم أحلاها؟ فذلك يا أخواني قليل بتدبر خير من كثير بلا تدبر يا أخوان، والله العظيم خير من كثير بلا تدبر. فهنا يا أخواني قال فاستمعوا له. إذا ما بدكم تستمعوا ما راح تستفيدوا يا أخواني. الله شو قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال لأهل الإيمان شفاء ورحمة بس للمؤمنين الواثقين الموقنين. أما والله ما هينا بنقرأ وهينا بنعلم ما يريد. تمام، ما يريد قلبه مغلق. فهذا بده أول إشي إنه يفتح قلبه يا أخوان، بده يفتح قلبه هذا. فلذلك قال فاستمعوا له. يعني باختصار لن يستفيد من هذا المثال إلا الذين تدبروه واستمعوا له. اللي يتدبروا يستمعوا له بس، ما راح يستفيد من هذا المثال الجميل إلا الذين تدبروه واستمعوا وتأملوا واستخرجوا الفوائد. غير هيك لا.
أنا شو فائدة إني أنا والله. بعدين يا إخواني هذا المثال ضرب رب العالمين ملك الملوك، قال لكم استمعوا له. زي ما بيجي الأمر مثلا من رئيس الدولة، رئيس خطاب هام للشعب الساعة الفلانية، الكل بده يكون حاضر بده يسمع، فيقول استمعوا للخطاب أسبوع كامل، وهم يهيئوا أنفسهم لخطاب سيادة الرئيس كل أسبوع كامل، خطاب هام خطاب هام خطاب هام. وبالنهاية بدك تستمع وبدك تطبق وبدك تعطي كل جوارحك، اعطي كل جوارحك للقرآن الكريم، اعطي كل جوارحك لهذا المثال العظيم. فاستمعوا له، استمع، مش اسمع، استمع بروحك. طيب يلا هينا يا رب جاهزون للاستماع، جهز حالك للاستماع. ما هو هذا المثال؟ إن الذين تدعون من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. طيب ليش اختار الله الذباب؟ قال اللي تدعون من دون الله، تمام، اللي هم الأصنام، الأحجار، البشر، القبور، الواسطات، كله لن يخلقوا ذبابا. طب ليش ضرب الله المثال بالذباب؟ أولا لأنه ذباب صغير وحقير وكثير، تمام، ومستقذر. لاحظ، صغير حقير كثير مستقذر، وتحاول تتخلص منه بكل طريقة، ومشاهد لكل البشرية، كل البشرية يرونه. لذلك رب العالمين يقول هذا الذباب الحقير الصغير المستقذر الكثير اللي ما له قيمة، يلا جيبوا لنا ذبابة واحدة. من هنا جاء التحدي الأكبر، جاء التحدي الأكبر. إذا كان أي واحد في هذا الكون لا قدرة له على أن يخلق ذبابة، أنا شو بدي منه؟ أنا شو ممكن أستفيد منه؟ ما حاجتي له، ما حاجتي له، ما لي حاجة فيه. إذا كان الذباب هذا فهم إذا من كان عن الذباب عاجزا فعما هو فوقه أعجز. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. لاحظ، ولو اجتمعوا له. ولا يزال التحدي قائم إلى يوم القيامة. طب هو المثال أصلا ليش جاء؟ الناس يعبدون الأصنام، يعبدوا اللات، يعبدوا العزى، يعبدوا الأحجار، يعبدوا القبور، يعبدوا البقر، يعبدوا كذا. فلذلك قال إن الذبابة تدمي مقلة الأسد. الذبابة بالضبط تجي على عين الأسد لما تجرحها، والأسد ما يقدر يسوي لها إيش. لذلك لاحظ، إن الذين تدعون من دون الله، الأصنام وغيرها، الذبابة بيجي عليها وبيجي عليك وبيجي علي، بيجي على سيارتي وبيجي على لباسي وإلى غير ذلك. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كلهم الآن، البشرية كلها بقضها بقضيضها باختراعاتها باكتشافاتها، والتحدي سيبقى إلى يوم القيامة، تمام، أنهم لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة بهذا الإعجاز الذي سنراه. بهذا الإعجاز لن يخلقوا
لاحظ، خلق شيء بسيط. يلا تفضلوا اخلقوا، ها عندكم المواد الأولية، تفضل هي اخلق. فتبارك الله أحسن. هذا خلق الله، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، اللي دون الله ماذا خلق. ذلك هذه المواد اللي مصنوعة منها الذبابة، تفضل يلا اخلقوها. أنا أسألكم سؤال، هو لماذا جيء بهذا المثال؟ لماذا جيء بهذا المثال؟ طب كل البشرية عارفين، كل البشرية عارفين إنه ما حد يقدر يخلق ذبابة. حتى المشركين اللي كانوا يعبدون الأصنام عارفين، اللي كان يعبد الأصنام هم يعرفون. طيب لماذا جيء به؟ جيء به حتى يقول له ما دمت أنت تعترف. طب ليش تعبدها؟ ليش معلق نفسك بالأسباب؟ لماذا تجعل الأسباب شريكة مع الله؟ لماذا تخاف؟ لماذا تخاف والفاعل الحقيقي هو الله؟ طيب ما أنت الآن لما تقول والله فلان الوزير كذا كذا، شو مخوفك أنت؟ ما دام مش قادرين هم يأثروا في خلق ذبابة، يأثروا على ما أراده الله لك، حاشا وكل. ما يقدر يسووا شيء مع الله، هم لن يصنعوا شيئا، هم ضعفاء. لا ننظر الآن بعد شوي، تمام؟ اجتمعوا كلكم، اصنعوا مثل هذا الذباب اللي انتم لماذا سمي الذباب ذبابا؟ لأنك تهشه عن وجهك، تقول هكذا وهكذا. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال ليعرف البشر أن الفاعل والمنشئ والخالق الأوحد هو الله، هو الله. هذا الذباب المهين الضعيف المستقذر الكثير اللي انت بتطرد عن المائدة، تطرد عن بيتك وتحاربه، الله يقول إذا تقدروا تخلقوا من هذا افعلوا، حتى نشوف من هو الذي يمكن له أن يكون شريكا لله في ملكه أو شريك لله في خلقه. مين اللي ممكن يكون شريك لله بملكه، شريك لله بخلقه؟ حاشا وكلا. المخلوق ما بيطلع له يصير خالق يا أخواني، المخلوق ما بيطلع له يصير خالق يا إخواني، المخلوق ما بيطلع له يصير خالق. الخالق خالق والمخلوق مخلوق. لن يخلقوا ذباب ولو اجتمعوا له. انظر، ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا له. وانظر بعدها، يعني هذولا اللي ما يقدروا يخلقوا ذبابة هل لهم تأثير على قرارات رب العالمين وعلى أمر الله؟ لا والله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره، الله لا يغالب ولا يخادع، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لا يستنقذوه منه، لا يستنقذوه منه. وإن يسلبهم الذباب شيئا، ما معنى يسلبهم؟ يعني تجي الذبابة عليك تأخذ من دمك شيئا أو تأخذ من طعامك شيئا، لن يستطيعوا إعادته. تمام؟ لن يستطيعوا إعادته. قالوا ليه؟ قال لأنه بمجرد ما دخل إلى معدة الذبابة أصبح مادة أخرى ما تستطيع أنت تفعل شيء، يعني بدك تأخذ لن تستطيع. قال لا يستنقذوه منه، لن تستطيع أن تستنقذ شيئا أخذه الذباب. إيه والله، هذا الذباب الحقير
إذا ياخذ منك إشي، بيسرق منك إشي وأنت ما أنت قادر تعمل أي شيء. لماذا؟ لأنك عاجز، ولأنك ضعيف، ولأنه والله ما إلك قدرة. والله يا ابن آدم لا تكبر زيادة، لا تكبر زيادة، لا تكبر يا ابن آدم. والله إنك من دون الله ضعيف. والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. ما تقدر تفعل شيء. لا تظن إنه أسبابك تحميك وذكائك يحميك وقدرتك تحميك. أنت ضعيف. إذا كنت ضعيفا إلى ذبابة تسلب منك شيئا فلا تستطيع أن ترده، إذن بماذا أنت تستقوي؟ إذا الذباب يأخذ منك وما تقدر تعمل له شيء، إذن أنت بشو مستقوي؟ بشو معتز؟ بشو أنت حامي نفسك؟ ولا بشيء، ولا بشيء. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ليه؟ ما بيقدر، خلاص لا يستنقذوه منه. لاحظ، لا يستنقذوه منه. أنت لما تعبد صنم، والصنم الذباب يأكل منه شيئا، أو تعبد بشر والبشر الذباب يأكل منه شيء، بأي صفة استحق أن يكون معبودا؟ جاوبوني. اللي ما يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرر الذبابة، اللي ما بيقدر يدفع عن نفسه ضرر الذبابة، هذا بشو مستقوي؟ بأي حق يعبد؟ جاوبوني. بأي حق تعبده؟ بأي حق أنت تخاف من بشر لا يضر ولا ينفع؟ ما هو نافع نفسه. والله البشر منافع نفسه، غير البشر غير قادر على إنفاع نفسه. أنا أعبده من دون الله؟ أنا أطرق أبواب بشر. الذباب لو أخذ منه شيئا لا يستطيع أن يسترده من الذباب. ضعف الطالب والمطلوب. الذبانة ضعيفة، واللي تعبدوها من دون الله ضعفاء، وإحنا كنا ضعفاء. تمام؟ ضعف الطالب والمطلوب. هي قرع لأذهان الناس، هي بس حالة وعي. المثال هذا هو عبارة عن يعني تحفيز الوعي والفهم. افهموا. هذول بشر، هذول مخلوقين، مخلوقون مربوبون لله، مربوبون. ما لك فيه ولا إلك فيه. تمام؟ ما إلك فيه، ما إلك. هذا ضعيف. الذبابة، اقرأوا يا أخواني عن خلق الذبابة. في كل جزء من أجزاء جسمها يا أخواني إعجاز. فمها يحتوي على شفتين علويتين وسفلية، فيه خرطوم لمص الدماء والغذاء يا أخواني، قدرة على الحركة والطيران، أجنحة، لا 6 أرجل. هذه الذبابة العظيمة جدا. منطقة الصدر، عضلات الذبابة تلتصق بجدار الداخل الصدر. قال هذا يعطيها سرعة فائقة في الحركة، سرعة فائقة بالحركة. كيف تقدر توقف على الزجاج هذه الذبابة؟ لأنه فيه مادة صمغية على أقدامها تثبت حركتها على الأسطح الملساء بهذا الشكل، بتوقف على الزجاج وما بتوقع الذبابة، ما بتوقع. تغرس يا أخوان الذبابة إنها تغرس خرطومها في جلد الإنسان أو في المكان فتسحب، ثم بعد ذلك هناك معمل كيميائي متكامل يحول هذا المسحوب، يحوله مباشرة إلى مادة أخرى. تمام؟ مادة أخرى يعني يتغذى منها جسم الذبابة. الذبابة يا إخواني العجيب إنه أنواع الذباب أكثر من 100,000 نوع. الذباب في أكثر من 100,000 نوع ولون من الذباب. 100,000 نعم من الذباب. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الذباب النبي ذكر في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وكل الاكتشافات الحديثة الآن أكدت هذا الكلام، إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، طلعوا نزع،
فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وفي الآخر شفاء. هذا هو الله، هذا هو الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذباب، هذا هو الذباب. الذباب يعني أحد أسباب انتشار الأوبئة والأمراض، طبعا كل ذلك بأمر الله. ليه؟ لأنها سبحان الله يعني تنقل حالة نقل بفمها وبأرجلها. شوف كما قال أحد، قال سبحان الله الذباب ينقل الأمراض لكن هو ما يمرض. الذباب ينقل الأمراض قال لكن هو ما يمرض. كما قال الشاعر قال وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف يتعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطر شهدا وقل للنحل وللشهد من حلاك. هذا مخلوق متكامل. تفكرون أنه عبث؟ ما هو عبث، والله مو عبث يا أخواني، مو عبث أبدا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بعد يا أخواني اسمعوا، بعد ما إنه جاء المثال، ماذا قال الله تعالى؟ ما قدر الله حق قدره. أنتم ما قدرتم الله حق قدره، ما عظمتم الله. شوف بعد مثال الذبابة، بعد مثال الذبابة لازم أعظم الله. سبحانك يا رب، ما أعظمك يا رب، ما أرأفك يا رب، ما قدر الله حق قدره. إذا كان هذا الذباب، طيب كيف خلق الحيوانات البحرية؟ طيب كيف خلق الجبال؟ كيف خلق البحار؟ إذا هذا الذباب الله يقول ما قدر الله حق قدره. هذا مثال بدنا نعرفه، مثال لازم نفهمه، مثال لازم نعيش فيه بحياتنا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. خلص انتهينا. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب. بعدها قال ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. عيشوا هذه المعاني، عيشوها. القوي العزيز. قل يا قوي، قولوا لي يا عزيز، يا قوي ما بدي ألجأ لضعيف، يا عزيز ما بدي ألجأ لذليل. فهمتم؟ الله يسعدكم.